مرحبا بكم حبيباتي في قناة عالم هبة. لأول مرة تشوف الفيديو نتاعي نتمنى تعمل لي اشتراك، وثاني ما تنسوش تضغطوا لي على زر الجرس باش يلحقكم الجديد، وطبعا لايكاتكم وتعليقاتكم تسعدني بزاف بزاف وتفرحني. وأهلا وسهلا بكل من انضم إلى قناتي، وشكرا جزيلا لدعمكم لي. اليوم جيتكم بوصفة طبيعية مليحة بزاف، مزيل لعرق طبيعي، ديودورون طبيعي. يعني هذا التغنيك على هذيك الديودورون الكيميائية فيها مواد كيماوية، يعني ممكن تأذي البشرة، تأذي الجلد. هذا مزيل عرق طبيعي، تستعمليه يقضيلك على هذيك الرائحة، ومكوناته مضمونة ومن البيت. أول مكونات: ملعقة كبيرة بيكربونات الصوديوم أو بيكنج صودا أو بيكربونات الصودا، هذيك اللي نغليو بها الحمص أو هكذا الحبوب الكاملة، ليست اللي نعملو بها الحلويات، لا، هذه بيكربونات الصوديوم، بيكنج صودا. نحتاج كذلك ملعقة كبيرة من النشا، ملعقة كبيرة من النشا. نحتاج كذلك ملعقة كبيرة من الشب مرحي، هذا تكون بهذا الشكل الشب هذا. نحتاج إلى ملعقة كبيرة من شب مرحي، هذا بودرة باودر. نحتاج كذلك إلى مبشور صابون، مثلا يكون عندك صابون هكذا ما تسحقيش، لا تستعمليه، يكون يعني رائحته طيبة من الصيدلية، يعني صابون من الصيدلية يكون خلاص لك تبشريه هكذا خفيف، هكذا 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 بالسكين، هكذا هكذا، يعطي لك هذا المبشور هذا. نحتاج منه كذلك ملعقة كبيرة أو كمية مثل ما راكي تشوفي، يعني عينك هي ميزانك. ونحتاج إلى جل دوش، مثلا كوكو، نواد كوكو، أو جل دوش الألوفيرا إذا عندك، أو جل دوش الخزامة، أي جل دوش عطري عندك يكون مليح، أي جل دوش. ونحتاج إلى حليب للجسم، لو لي دو كور، مثلا كما هذا أنا فارماسي، أنت أي حليب للجسم عندك، أي حليب، حتى لو كان حليب لجسم الأطفال مليح. نبداو بطريقة التحضير إن شاء الله. أولا عندنا ناخذ ملعقتين صغيرتين أو ملعقة كبيرة كما حكيت في المكونات من النشا، هكذا ملعقة كبيرة، هكذا هكذا. نزيدو ناخذ ملعقة كبيرة من الشب أو ملعقتين صغيرتين. الشب يطهر لك، ينحي لك البكتيريا هذيك، يطهر لك المكان، ينقيه لك، يعني ينظف لك المكان. ونحتاج كذلك هذاك الصابون المبشور بهذه الكمية، هكذا مبشور الصابون، هكذا هكذا، يعطيك رائحة زكية ويرطب لك، ينعم لك تحت الإبط، يعني هذا مزيل عرق، هكذا. ونضيف كذلك بيكربونات الصوديوم، هكذا هكذا، تقريبا ملعقة كبيرة، هكذا. ونضيف كذلك حليب الجسم، تحبي حليب أطفال، جسم الأطفال، حليب الكبار، يعني مثلا أي نوع من حليب الجسم، لو لي دو كور اللي عندك. كمية منه. ونزيد كذلك قليل من الجل، جلدوش، أي جلدوش عندك في البيت، أي نوع جلدوش، هكذا. ونبدأ نخلط المكونات، هكذا. تبدأ تتفاعل هذيك بيكربونات الصوديوم مع المكونات، لكنها مليحة تعقم لك المكان. ولا كنتي راح تلبسي مثلا أشياء ألوان غامقة مثل الأسود، أو تقدري تتفادي النشا، لأنه النشا يترك يطلقلون على هذاك البياض على الألوان. نحرك نخلط المكونات جيدا، هكذا هكذا. هذا يعتبر مزيل عرق طبيعي وآمن. النشا يبيض لك المكان، الشب كذلك. هذه
هذه هي الخلطة حبيباتي، هذه هي الخلطة. واختياري إذا حبيتوا تزيدوا ملعقة من الطالك تاع لي بيبي تزيدوها، اختياري هذا، يعني اللي حبت تزيدها اللي حبت ما تزيدهاش، أنا ما نزيدهاش، بصح نتوما لكن الاختيار، هذا اختياري. تقدروا تضيفوا لها كذلك زيوت عطرية، قطرات من زيت اللافندر رائعة، قطرات من زيت أو قطرات من زيت البرتقال، خصوصا قطرات من زيت اللافندر المركز، يعني زيوت عطرية. هكذا لكن الاختيار، كل واحدة تضع الزيت اللي تعجبها رائحتها. هذه هي الكريمة، كريم مزيل العرق الطبيعي. تشوفي مثلا عندك علبة فارغة لستيك مثلا فارغة، أو أي علبة فارغة عندك تملئيها بهذا، ويوميا هكذا صباحا أو مساء كتجي خارجة أو مرتين في اليوم تمسكي شوية هكذا تدهنيه هكذا على تحت الباط تاعك، تحت الإبط هكذا، رائحته جد طيبة. هذاك الشب راح يمنع لك هذاك العرق ما ينزلش، رائع الشب، يعني ليس مضر بالبشرة أبدا أبدا. بيكربونات الصوديوم عليك تعقم لك المكان وتنظفه لك وتعطيه بياض. الشب كذلك مليح، النيشا يعطيك بياض للمنطقة، والمعطرات هذه تعطي له رائحة طيبة، اللي يعني تحت الباط تاعك يفرز رائحة طيبة هذه. واختياري تضيفوا مثلا طالك تاع لي بيبي، تحبوا تزيدوه للخلطة زيدوه، حطوا هذا في علبة فارغة قنينة، حطوها في الثلاجة وديروا من هذا. وكاينه فكرة ثاني واحدة أخرى ثاني مزيل عرق طبيعي، مثلا جل دوش، شوية جل دوش مثلا هكذا، أضيفي له شوية شب وحده مثلا هكذا، قليل من الشب هكذا، وضيفوا له بودرة الأطفال مثلا هكذا قليل جدا ثاني هكذا. هذا مزيل عرق طبيعي ثاني، هذه وصفة ثانية هكذا كما راكم تشوفوا هكذا، خلطوها مليح هكذا، نعطيك مزيل عرق رائحته طيبة جدا، بزاف بزاف طيبة الريحة تاعو هكذا. جلدوش مع الشب مع الطالك تاع لي بيبي هكذا. هذا ثاني، هذه وصفة ثانية طبيعية هكذا هكذا. هذا ثاني مزيل عرق طبيعي، يغنيك على هذوك لي ديودورون هذوك، على بالك يكونوا فيهم مواد كيميائية ممكن تأذي المكان، تأذي الغدد اللي تفرز العرق، ثم هذو أمور طبيعية رائعة هكذا. تاخذي كمية قليلة وتدهنيها هكذا، تختفي تماما، يعني تحسي بلي العرق من بعد يحبس، لأنه الشب هذاك راح يحبس لك هذاك العرق هكذا، وتتنحى هكذا رائعة. وثاني كاينه فكرة واحدة أخرى، أو مثلا حليب تاع الجسم مع الشب ثاني رائع، أو طالك مع الشب مع حليب الجسم، يعني أي هذه أمور طبيعية. أنت يعني بأفكارك في البيت تقدري تختاري شيء طبيعي تعمليه كمزيل عرق، أحسن من هذيك مزيلات العرق اللي تكون فيها المواد الكيماوية مؤذية. نتمنى إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو، نتمنى إن شاء الله يعني تدعموني أكثر وأكثر، وشكرا على الثقة، وشكرا على التواجد في قناتي ودعمكم لي، وإن شاء الله في مزيد من الوصفات المفيدة والطبيعية من البيت. إلى اللقاء.